السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض أكلة الكل بيحبها وبيفضلها، سواء كبار سواء صغيرين. وبنروح عند الراجل نقف بقى بالساعات عشان نعملها. طب وليه؟ انا هعملها لكم في البيت بطريقة حلوة قوي ومبسطة. انا عندي كيلو لحمة، وعامل ليه كيلو لحمة عشان انا هشيل منها. تمام كده. زي ما شفتوا كده، فرمت 3 بصلات وحطيت تومة مفرومة. معايا بقدونس وكزبرة نص حزمة، والكزبرة ربع حزمة. تمام. قطعتهم كده بالسكينة وحطيتهم على اللحمة برضو. تمام كده. وعندنا بقى المكون اللي ايه هنحطه ويسهل لنا الموضوع. معانا طالما كيلو لحمة يبقى كوبايتين رز مطحون. تمام كده. اهو بالشكل ده كده. الكوباية التانية كانت ناقصة شوية يعني. ونحط بقى التوابل بتاعنا، بابريكا وكمون. اللي لسه ما حطش اللايك يحط اللايك. وفلفل اسود وبهارات وشعرة جوز الطيب. وابتدي بقى اعجن كل المكونات بتاعتي دي كده بالشكل ده كده. عرفتوا ايه هي كفتة الرز؟ تمام. الحقي اعمليها وخزنيها رمضان تنفعك. حلوة قوي وسهلة جدا. بس الطبق بقى صغير، رحت ايه نقلها كده في حاجة. ونبتدي بقى ناخد شوية بشوية كده في الكبة. ونبتدي ايه بعد ما خلطنا كل المكونات دي، نروح ايه نطحنها وننعمها. تمام كده بالشكل ده كده. خلاص بعد ما طحنا الكفتة بتاعتنا، شايفين عاملة ازاي؟ ريحتها بقى مش قادرة اقول لكم، تحفة بجد وناعمة جدا ونضيفة. وعلى ايديك، بدل ما تكون مكنة الراجل مش نضيفة ومش ضامنة وتقفي في الزحمة. طب وعلى ايه؟ عملناها بكل سهولة. خلاص صبعنا الكفتة بتاعتنا وشلنا اللي احنا هنشيله. تمام كده بالشكل ده كده. وفي زيت بقى غزير كده على النار سخن، نبتدي نحمر الكفتة بتاعتنا. مش قادرة اقول لكم طعمها فوق الرائع، ولا فكت مني ولا حاجة زي ما الراجل بيعملها وساعات بتفك. تمام. ومكونات سهلة وبتتعمل بسرعة وبكل بساطة. كومنت حلو منكم بقى كده، وجربوها وقولوا لي رأيكم ايه. متنسوش اللايك، اللي لسه محطش اللايك يحط. تمام. ونعمل بقى ايه البصلة بقطعة تومة ومعلقة زبدة على زيت او اي مادة دهنية بتفضليها. احمر بقى البصل عشان ايه اعمل التسبيكة بتاعة الكفتة. تمام. وانا بحمر الكفتة اهو، في الاثناء دي بعمل التسبيكة. ما خدتش مني وقت خالص، وطلعت طعمها حلو قوي ونتيجتها تحفة. جربيها وقولي لي رأيك ايه. تمام. هتنفعك في رمضان. ممكن تعملي وتشيليها في اكياس وتطلعي على طول على العمايل. بيشيلوها متصبعة، انا مبحبهاش اشيلها متصبعة. تمام. شايفين؟ عايزة اقولك معلومة، ما تكتريش الخضرة، عشان لو كترت الخضرة هتبص تلاقيها ايه غمقت في الطماطم. تمام كده. خلاص القطة بتاعتنا اتسبكت اهي. هحط بقى معاها بطاطساية متقطعة مكعبات كده. عايزة اقولك طعم البطاطس بياخد من الكفتة وبيديها طعم حلو قوي. تمام كده. بتكتر لك الكمية وتوفر لك. حلوة قوي قوي قوي. يا ريت تجربيها. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. متنسوش اللايك للفيديو، واسيبكم في رعاية الله احلى واغلى متابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى في شكلها؟